أثبتت الأشعة التي أجراها إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز والمنتخب الأولمبي بشرخ في عظمة شظية القدم، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية. أوضح مصدر مقرب من محمود علاء بأن عبد الواحد السيد مدير الكورة بشأن استبعاد محمود علاء غير صحيح نتيجة لتلفظه بألفاظ خارجة. أكد مصدر داخل النادي الأهلي بأن عمرو السولية لاعب خط وسط النادي الأهلي بيحتاج إلى أسبوعين للرجوع إلى المباريات بشكل طبيعي. استهل المنتخب المصري لكرة الطائرة مشواره في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس بالخسارة ب3 أشواط لا شيء أمام نظيره الأمريكي في طوكيو. أكد الكابتن نادر السيد نجم الزمالك والأهلي السابق اتفاق نقله أحمد حارس مرمى الزمالك السابق مع نادي باوك اليوناني رغم العروض المقدمة للاعب. يتمنى للاعب التوفيق في الاحتراف الخارجي. موقف المدافع محمد عبد المنعم مدافع نادي الأهلي بعد خروجه مصابا في سان جورج الأثيوبي لن تعوق عن المشاركة في المباريات المقبلة بشكل طبيعي. وكان معكم من أخبار راديو عدي وشوت رندا حمدان ومحمد حاتم.